أيها المستمعون والمستمعات، ولهذا كان على المسلم زيادة على أنه يحل حلاله ويحرم حرامه ويلتزم بآدابه والتخلق بأخلاقه، فإنه يلتزم عند تلاوته بالآداب التالية: أولا، أن يقرأه على أكمل الحالات من طهارة واستقبال للقبلة وجلوس في أدب ووقار. ثانيا، أن يرتله ولا يسرع في قراءته. ثالثا، أن يلتزم الخشوع عند تلاوته. رابعا، أن يحسن صوته به. قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، رواه الإمام أحمد. خامسا، أن يتلوه بتدبر وتفكر مع تعظيم له واستحضار للقلب وتفهم لمعانيه وأسراره. سادسا، أن يجتهد المسلم في أن يتصف بصفات أهله الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الإخوة والأخوات، خلاصة القول: علينا جميعا أن نتأدب مع كلام الله تعالى بقراءته وفهمه وتدبره وتطبيقه في حياتنا اليومية وتعليمه لأبنائنا وبناتنا، فهو النور المبين الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا وللبشرية جمعاء. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. سورة المائدة. أيها الإخوة والأخوات، كما أن من الأدب مع كلام الله عز وجل الاستماع إليه والإنصات إليه، وكذا التأثر به. إذا فعلنا ذلك أيها الإخوة والأخوات نكون قد تأدبنا مع كلام الله تعالى. قال الله تعالى في ذلك: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سورة الأعراف. اللهم وفقنا جميعا لفهمه والعمل به في جميع مظاهر حياتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم آمين.